الله عليك يا بحر المفهوميه يا منبع الذكاء. انا ما اعرفش واحد زيك مش ماسك منصب داخل نادي الزمالك ازاي. شوف الزملكاوي ده بيقول ايه على مجموعه افريقيا، اسمع كده يا صاحبي. ازاي اقنع الاجيال الجايه ان دي مجموعه الزمالك في الكونفدراليه ودي مجموعه الاهلي في دوري ابطال افريقيا؟ نفسي يبقى عندي حظ الاهلي، بس 5% من حظ الاهلي هبقى مالتي مليونير بجد. بيقول لك نادي الاهلي محظوظ، ايوه علشان النادي الاهلي محظوظ وقع في اقوى مجموعه في دوري ابطال افريقيا، بس هو ما يعرفش حاجه. زملكاوي ما يعرفش حاجه، كلهم شبهه كده بالظبط. النادي الاهلي مع اقوى فرق في افريقيا، مع يانج افريقيا كلنا ما نختلفش عنه، مع الجيش الملكي. الجيش الملكي اللي مش عاجبك ده بيحط على الوداد في الدوري المغربي، مع شبيبه القبائل. كلنا عارفين الفرق دي فرق قويه جدا في دورياتها، يعني انت بتلعب مع الاول او الثاني في الدوري بتاعه. بص بقى على المحظوظ، وهو بيراميدز واقع مع مين؟ واقع مع نهضة بركان اللي انت كنت بتترعب منه، بالنسبه له ضعيف. واقع مع فرق اول مره نسمع عنها، فريق اسمه باور مش عارف ايه ده، باور شاحن ده، والفريق التاني اسمه ريفرز يونايتد. ايه الفرق دي يا جدعان؟ بص بقى على مجموعه نادي الزمالك اللي بقول لك عليها قويه. مع مين؟ مع المصري، ده اقوى فريق في المجموعه اللي نادي الزمالك بياخده رايح جاي. مع مين تاني؟ مع كايزر الشيف اللي كل الفرق المصريه بتحط عليه. مع زيسكو يونايتد. مين زيسكو يونايتد ده يا جدعان؟ حد يعرف زيسكو يونايتد؟ ما بنسمعش عنه حتى في طبق اليوم، ويطلع يقول لك اصل النادي الاهلي محظوظ ونادي الزمالك واقع في مجموعه صعبه. هم دول جمهور نادي الزمالك. اتمنى ما نشوفكش تاني يا صاحبي. بس كده، يلا سلام.